السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أسبوع موفقة للجميع. بعد هذه الهزيمة ديال الوداد بالنهضة البركانية، بعد هزيمة الوداد أمام النهضة البركانية، يعني اللي ما تقبلناهاش بكل صراحة، يعني هزيمة قاسية، ولكن الهزيمة واردة في كرة القدم. اللي ما عجبنيش أنا شخصيا يعني هذه الانقسامات اللي كاينة بين جماهير الوداد الرياضي. كاين واحد الفئة كتقول لك راه صافي الصبر سهلة التقاضى موكوينه خصو يمشي في حالو، كان واحد الفئه كتقول لك لا سيدي حنا مع يعني استمرار موكوينه باش نطبقوا المشروع اللي بديناه من بدايه السنه. بين هذا وذاك انا كنقول بان يعني يتمنى كرئيس فريق الوداد الرياضي عليه يعني يدير الاداره التقنيه، مدير رياضي مدير تقني، هما اللي غيشرفوا على الانتدابات، وكذلك المدرب تكون محاسبه ديال المدرب من طرف هذه الاداره، وما غيستناش للجماهير. الخطا اللي كنديرو في المغرب او في البطوله الوطنيه بان يعني الرؤساء يسيرون من طرف مجموعه من الصفحات من الجماهير، يعني كيسمعوا الجماهير اللي قالوا الجماهير غادي كيطبقوها، وهذا خطا كبير. الرئيس اللي هو رئيس فعلي للفريق ما خصوش يسمع حتى شي واحد. الرئيس يتمنى عنده الولايه ديالو 4 سنوات، خصو يطبق حساب 4 سنوات. اللي بغى يعطي الراي ديالو ويعارض وينتقد خصو يدخل مؤسسه المنخرط. راه المنخرط راه 3500 درهم، حتى واحد ما دخل، ولا غير مورا التليفون مورا هنا حيد هذا جيب هذا دير هذا، هذا الشيء راه غلط. الرئيس انا كنتمنى من يتمنى يسمع لي مزيان، بان اذا بغيتي تنجح ما تسمعش للجماهير، وتوقف مع هذا سلم مع هذا جيب لينا هذا سير. هذا الشيء راه مرفوض، ما خصوش يكون يعني كرئيس فريق الوداد الرياضي تكون عندك واحد المناعه، تكون يعني بعيد على الجماهير وما تسمعش للجماهير، تكون عندك اداره تقنيه وكتستشرها، هما اللي غيعطوك مكامن الخلل ويحاسبوا المدرب. اذا كان المدرب فعلا هذه الاداره قالت لك خصك تصيفطو، خصك تصيفطو، واخا يلعب 2 مقابلات، ولا قالوا لك راه خص يبقى، واخا يكون يعني هزائم ومورا هزيمه، وكتحمل المسؤوليه لهذيك الاداره. ماشي حنا نسمعوا واحد الفئه ديال الجماهير غد لهم باش نجيبوا مدرب جديد وما يعجبهمش الحال عاوتاني يخرجوا ويمشيو. هذا العشوائيه ما بقيناش في البطوله الوطنيه الاحترافيه. جل يعني الفرق الوطنيه لا الوداد لا الرجاء لا الجيش لا انا غد كيجتمعوا في الفيسبوك يقترحوا اللعابه، كيقترحوا المدربين، كيقترحوا كلشي، والغد ما يعجبهم كيعاودوا يتفقوا لا حيد هذا جيب هذا. هذه راه سميتها فوضى. اش وقع؟ انا ما نسمعش لهم، يقولوا اللي بغاو يديروا اللي بغاو يضربوا راسهم مع الحيط. حيت الجمهور الحقيقي هو اللي كيسند الفريق ديالو، ما يتدخلش في المسائل التقنيه ولا المسائل الاخرى. كجماهير حنا بعاد على هذا الشيء، ماشي انا اللي داير الصفحه يفرض الراي ديالو. بغيتي تعطي الراي ديالك من حقك، ولكن خصك تكون مؤسسه المنخرط. الوحيد اللي عنده الحق باش يعرض السياسه ديال الرئيس هو المنخرط، كيدير جمع عام استثنائي وكيدعو الرئيس وكيناقشوا معاه الامور. ما من غير ذلك ما يمكنش. حنا هزيمه ولا جوج ويخرج واحد الفئه جريو على هذا. راه شفتوا اليوم مرزوق اش قال في راديو مارس، قال لك الوداد خطئوا فاش فرطوا في يحيى جبران، وهو اللي كان كيقول لكم بان يحيى جبران ما مزيانش، راه ماشي حتى جراو عليه الوداديين، ودابا كيقول لهم لا راه من اعمال هذا الفريق. يعني كون كان يحيى جبران كل الفريق، هذا هو المشكل ديالنا. كنسمعوا الناس كيصوغونا كيصوغوك كيسرحوك بمعنى اخر، وفي الاخير كتجيبها في راسك. راه كلشي دابا ندم على عطيه الله، ندم على انا هنا درت رساله وداع ليحيى جبران، كلشي خرج ليا النقابه كتدافع على هذاك، داير نقابه على محروس باش ما يلعبش، وكيل الاعمال ديالو ماشي. الاخوان دابا فينا هو محروس، غير محروس على حقيقته، ولكن حنا هذاك الشيء ما كنهضروش به لان ماشي من واجبنا. هذاك الشيء ديال الاداره التقنيه والمدرب و ما كاينش باينه عشيه الضحى. حنا نتصنتوا لشي وحدين اعداء الفريق، حتى ريبنا الفرقه جري على هذا صيفط هذا، ما خلينا حتى واحد. وواحد دابا يجي يقول لك لا راه الخطا اللي دار بان الوداد فرطت في الاعمده ديالها، راه نتوما اللي تربطوا بها، ما خليتو حتى واحد. النقابه تمشي يحيى جبران، يحيى جبران ما تلقاش بحالو. حنا ماشي كنطبلوا ليه ولا غادي ما كيعطينا ما كنعطيو ما كنعرفوه ما كيعرفنا، وانما كنقولوا الحقائق. الجمهور خص يدير الدور اللي عليه، الجمهور عليه التشجيع فقط، شي حاجه اخرى لا غير. راه كاينه الاداره التقنيه وكاين المدير الرياضي
يتمنى خص يسرع باش يكمل الاجراءات ويكمل الاداره ديالو يكون فيها كلشي، وكل واحد يتحمل المسؤوليه. ما نحملوهاش لشي وحده، كل المدير الرياضي يدير الدور ديالو، المدير التقني يدير الدور ديالو، الرئيس يدير الدور ديالو، المدرب يدير الدور ديالو. مدرب كانوا نتائج سلبيه كيستدعيه المدير الرياضي يجلس معاه يقول له ما كان من الخلل شنو شنو شنو. ماشي حنا كجماهير اليوم ما بغيناش وكيقترح عليك لا بغينا هذاك ونجي عمو تاسيفت هذا، راه ما يمكنش. هذه هي العشوائيه اللي كنتو كطالبوا بها، لا حيدوا الناصري العشوائيه. ها حنا جينا باش نطبقوا المشاريع اللي اتفقوا عليها في المشروع ديالنا، ما غتخليوش. ما يمكنش نستمروا بحال هكا. واخر مقابله داكشي اللي شفناه راه ما خصوش يكون هذوك البراش، يعني واحد الفئه من الجماهير ديال نسميهم انا براش، لان ماشي لا ما يكونش يكون واحد الانسان بعقله اللي كيسير بقراعي. قلناها في مقابله الرجاء ولا في مقابله الوداد، هذاك السلوك مرفوض. هذاك لاعب كيأدي الواجب عليه، ما كاين اللي مسؤول عليه، كاين اللي غادي يحاسبو، كاين ننتقدوا بالتي هي احسن. هي نعبروا على الغضب ديالنا بطرق اخرى، ماشي القنينات ولا ضربتي شي واحد في عينيه كما وقعت لطنطا. هادشي راه مرفوض. خصنا نرتقيو شويه، حتى حنا كجماهير خصنا نوعاو شويه. هادشي اللي كنديرو راه ما غير يعني راه ماشي هو هذاك. يمكنش 4 الناس ولا 5 يديروا واحد الصفحه وبدا يهاجموا المدرب جري على هذا جبال، هذا الشيء راه مرفوض. هذا الراي ديالي انا، لا الزم به احد، ولكن الا بغاو يعني الكره الوطنيه تزيد قدام راه خص بزاف من هنا. يعني هاد الجماهير، هاد الفيسبوك اللي كيتحكم في الادارات وداك الشيء راه خص يتحبس. الرؤساء خص يوعوا بان الا كيسمعوا لهادو راه غادي في الخراب. انا كرئيس مثلا ما نسمع حتى شي واحد غير داك الشيء اللي خصني ندير، ونستشر الناس اللي خصني نستشرهم. والسلام عليكم. الا بغا يضرب شي حاجه يضرب راسو مع الحيط، اش وقع له يكتب التعيا. هادشي اللي خص يكون. ما باش بقى حنا كره سينا نخرجوا لا الاخوان، راه الاستقرار هو الاهم. راه عينا بكل صراحه، عينا. حنا ما كناخذوا حتى شي حاجه، وانما غير على الفريق حتى حنا كنخرجوا كنقولوا لان الفريق الوداد محتاج الاستقرار. يعني راه حنا كنحبوا هذه الفرقه، ماشي عندنا شي فضل. ما كنعرفوا هذه المكونات لا حتى شي حاجه، يمشي مكونه غدا غيجي واحد اخر. ولكن راه الا ما كانش الاستقرار يوقع نفس الخطا. وإلا ما كانش المدير الرياضي وما كان المدير التقني وما كانش الاداره متكامله، راه نفسك كتعيش في ديك الدوامه والعشوائيه ما عمرك تخرج منها. بغيتي النتائج راه خصك تصبر عليها. انا مع الوداد في السره والضره، النهار كتخسر كيخرجك اللاعب يقول لك بارك عليا. فين هو داك الصبر؟ يعني باغي تربح. راه كون كان بديك الطريقه اللي كتظنوا نتوما بانه واحد يجيب مدرب و11 لاعب ويحصل الارقام، راه باريس سان جيرمان ما عرفاش غدير. راه الملايير اللي كيصرفوا، ولكن راه ما يمكنش. بغيتي فريق قوي متماسك ضروري من الوقت الانسجام وبزاف ديال المسائل. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله.